يقول الله لنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما أقسم الله بحياة أحد من البشر إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول ابن عباس: ما خلق الله وما درأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. إنه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، سيد ولد آدم ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيده يوم القيامة ولا فخر. اسمه محمد مشتق من الحمد، أي أحمد الناس لربه. يقول عنك حسان: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. اعترف بعظمتك القاصي والداني، حتى الذين أنكروا نبوتك لم ينكروا عظمتك. قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وفي حديث آخر: أنا رحمة مهدأة. ولم تكن رحمته قاصرة على البشر، بل حتى على الحيوانات. عند أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمررنا بشجرة فيها فرخة حمر طائر صغير كالعصفور، فأخذناهما. فجاءت الحمرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرض تضرب بجناحها في الأرض، فقال: من فجع هذه بفرخيها؟ من فجع هذه بفرخيها؟ قال: قلنا نحن يا رسول الله. قال: ردوهما رحمة بها. قال: ردوهما رحمة بها ولها. فرددناهما إلى مواضعهما. الله أكبر. اشتكت له أم الفراخ، اشتكت له ورفعت له شكوى الظلم والجور، لأنه حامل لواء العدل، وسماه الله رؤوفا رحيما. عجبا لهم، عجبا لهم كيف عميت أبصارهم عن تأمل هذه المشاهد وقراءة هذه الأخبار من حياة سيد الأبرار. صوروه ورسموه في أبشع المناظر والصور، ما دروا أنه أحلى من القمر. ويقول علي رضي الله عنه واصفا إياه صلى الله عليه وسلم، يقول: كان في الوجه تدوير، أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار. ما أحلاه وما أجمله. يقول أهل العلم: إن كان يوسف عليه السلام أعطي نصف الجمال، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أعطي الجمال كله. وما كان يغضب لنفسه قط، إنما يغضب لحدود الله إذا انتهكت. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. الله أكبر. القائد الأعلى وقائد القوات المسلحة يعرض نفسه للقصاص لجندي من جنوده، ومسمع جميع الجنود. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: اقتص لنفسك يا سواء. فما كان من الجندي إلا أن اعتنق بطن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يمدغ وجهه ولحيته في بطنه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا يا سواء؟ فقال: يا رسول الله، حضر ما ترى، يعني حرب وقتال، ولا ندري نحيا أو نموت، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له صلى الله عليه وسلم بخير، إنه معلم البشرية وهاديها. جمع القوة والعدل والشدة في الله، وكان ألين الناس وأرق الناس وأرحم الناس بالناس، ومن أشدهم حياء، بل أشد حياء من العذراء في خدرها، أفلا يستحون. ولقن قوى الشرك والظلم والطغيان دروسا لن تنساها مدى الزمان. يقول هرقل لأبي سفيان بعد أن سأله عنه وعن أخباره وعن صفاته، فلما استوثق منه ومن صدقه قال هرقل: لئن صدقت فيما قلت ليملكن موضع قدمي هاتين، ولو كنت عنده لغسلت قدمي من الطفولة إلى 40 طهر ونقاء، ومن 40 إلى الممات جهاد ومضى. فناداه ملك الجبال وسلم عليه، ثم قال: يا محمد،
إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال الرحمة المهداة: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. يا الله، أبعد أن آذوا وشتموا وأدموا قدميك ونالوا ما نالوا منك من السخرية والاستهزاء، تحرص على هدايتهم وإنقاذهم بدلا من تدميرهم وهلاكهم. سلوا مكة ورجالها، سلوا الطائف وجبالها عن عظمة سيد البشر والرجال. ومهما خطت له الصحائف وألفت المؤلفات عن شخصيته وحياته فإنها ستسكت على استحياء، لأنها لا تستطيع أن تستوعب بصفحاتها مهما كثرت جانبا واحدا من عظمته. فلقد بلغ الدجى بجماله وبلغ العلا بكماله، حسنت جميع خصاله فصلوا عليه وآله. ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. والله لن يضروك بأبي أنت وأمي، بل طبت وربي حيا وميتا، والله ما ضروا إلا أنفسهم. فطعنونا طعنة أخرى في الصميم. وفي من؟ في سيد ولد آدم، في الذي لولا الله ثم لولاه ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. طعنونا في الذي وجدنا ضلالا فهدانا الله به، طعنونا في الذي وجدنا عائلين فأغنانا الله به، طعنونا في الذي وجدنا متناحرين فألف الله بين قلوبنا به، طعنونا في الذي أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين. نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله، نتمنى رفقتك في الجنة يا رسول الله. قال لها: أنتم رفقائي في الجنة. لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج. وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا صابرة رغم المكائد تخرج. هم يسخرون ويستهزئون ثم نتحدث نحن عن سماحة الإسلام. أما قال الله عن محمد ومن معه: أشداء على الكفار. والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام. وأمة لا تستطيع أن تدافع عن قائدها لا تستحق أن تنتصر على أعدائها. ونبكي على أنفسنا وندعو الله ألا يجعل أجيالنا مثلنا، فقد رضعنا الذل والهوان يوم أن رضعنا من حليبهم المغشوش. أين صدقنا؟ أين صدق محبتنا؟ وأين مواقف أمة المليار؟ لقد أجمع المسلمون على وجوب الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم وبذل الأنفس والأموال فداء له، وهذا أدنى ما له من الحق علينا، ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يا أمة محمد، يا أمة محمد، يا أمة سيد ولد آدم، نبيكم يوحى، فماذا أنتم فاعلون؟ ذكر صاحب الدرر الكامنة أن جماعة من كبار النصارى ذهبوا لحفل أمير مغولي قد تنصر، فأخذ أحد دعاة النصارى يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كلب صيد مربوط، فزمجر الكلب بشدة ووثب على الصليبي فخلصوه منه بصعوبة. فقال رجل منهم: هذا لكلامك في محمد. فقال الصليبي: كلا، بل هذا الكلب عزيز النفس، رآني أشير فظن أني أريد أن أضربه، ثم عاد لسب النبي صلى الله عليه وسلم بوقاحة أشد مما كان. عندها قطع الكلب رباطه ووثب على عنق الصليبي وقلع زوره فمات من فوره، فأسلم نحو من 40,000 من المغول. غارت وغضبت الكلاب، غارت وغضبت الكلاب، فأين غضبتنا؟ اشتاقت لك الجمادات والأشجار يا حبيب الله، فأين أشواقنا؟ كان الحسن البصري رحمه الله إذا سمع حديث بكاء جذع النخلة على فراق النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول: يا معشر المسلمين، الجماد والجذع يحن إلى رسول الله، الجماد والجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا تحنون أنتم إلى ذكراه؟ كان صلى الله عليه وسلم
دائما يقول لأصحابه اشتقت لي إخواني اشتقت لي إخواني. فيقولون ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي، أما إخواني فهم الذين آمنوا بي وصدقوا بي واتبعوني ولم يروني. فماذا عسانا أن نقول له إذا ورد الناس حوضه وقال لنا استهزأوا بي وشتموني وآذوني، فماذا فعلتم دفاعا عني وعن عرضي؟ هذه فرصتكم إن أردتم عز الدنيا وشرف الآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال الله إن شانئك هو الأبتر، فكل من شنأه أو بغضه أو عاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. أليس الله هو الذي قال إنا كفيناك المستهزئين؟ لكن الله أراد أن يبتلينا بصدق محبتنا لنبينا، فماذا نحن فاعلون؟ فالذود عن نبينا أغلى من كل شيء، هو مستقبلنا، هو حياتنا، فهو دنيانا وهو آخرتنا. اليوم نعرف الصادق من الكاذب، اليوم نعرف الصادق من الكاذب. ما رأيناك يا حبيب القلوب، ما رأيناك يا حبيب القلوب ويا طبيبها، ولكن يعلم الله كم تشتاق الأنفس للقياك. ووالله الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا والناس أجمعين. فدلك من يقصر عن فداك، فما شهم إذا إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وصفيك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اجز عنا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم لا تحرمنا رؤيته.